النيكون 5300 كاميرا عدى عليها أكتر من 10 سنين. هل أنصحك بيها في 2025 ولا لأ؟ طيب النهاردة مع بعض هنشوف الكاميرا دي ونجربها ونشوف صورها عاملة ازاي وتجربتي معاها عاملة ازاي، وهل أنصحك تشتريها في 2025 كاميرا عدى عليها أكتر من 10 سنين ولا لأ، ومقارنتها مع الكاميرات الكانون زي الكانون 600 دي والكانون 700 وال 750 من الأداء والكفاءة والمميزات وكل حاجة. طيب هل الكاميرا دي تنفع معاك كيوتيوب؟ أكيد، أنا جايبها أصلا علشان اليوتيوب. هي كاميرا قديمة شوية بس فيها مميزات كتيرة جدا. لو جينا نبص، أول ميزة أنت تحتاج كيوتيوب على العموم ده موديلها اسمها نيكون 5300 عشان تبقى فاكره. أول ميزة في اليوتيوب بتحتاجها شاشة متحركة. طيب شاشة متحركة ليه؟ عشان أصور نفسي، أقدر أشوف سيلفي، أقدر مثلا نثبت الكاميرا كده، أقدر أشوف زي ما بثبت الموبايل أهو، أبقى شايف من غير ما أبقى طالع ستريمينج. طيب هل لو في كاميرا مش شاشة متحركة أقدر أطلع بيها برضو يوتيوب وكده؟ هتقولي مش هبقى شايف. هقول لك لأ، ممكن توصلها من هنا. عندك حاجة اسمها HDMI بتوصلها منها على الكمبيوتر، بتوريك الصورة فتقدر تطلع منها. يعني انا مثلا دلوقتي وانا بصور حاليا بصور بالتليفون، انا شايف ازاي اللي انا بصوره، موصله بالكمبيوتر فموريني اللي بيتصور لايف، بس بسجل فين؟ على التليفون عشان كاميرا التليفون احسن من ان انا اسجل على الكمبيوتر. هنا نفس الكلام، بس في نقطه بقى، في فرق ما بين كاميرات، يعني معظم الكاميرات فيها اتش دي ام اي زي ده، في فرق ما بين حاجتين، فيها كلين اتش دي ام اي او اتش دي ام اي عادي. الكلين اتش دي ام اي بيعرض لك الصوره على الكمبيوتر من غير بيانات على الشاشه، يعني من غير البطاريه والساعه والكلام ده كله، فتقدر تطلع لايف من على الكمبيوتر لو بتطلع ستريمنج وكده. لكن لو مش كلين اتش دي ام اي لا، هيطلع لك بكل البيانات فانت تقدر تشوفها عشان تاخد بالك وانت بتصور، لكن هتضطر تعمل زي ما انا بعمل، تسجل على الكاميرا نفسها، فمش تنفع معاك كلايف وكده. دي فيها ايه؟ دي فيها كلين اتش دي ام اي، فده عجبني الميزه فيها. طيب عندنا ايه المداخل الاول عشان نبقى عارفين؟ اتش دي ام اي كلين، اليو اس بي بتاعها عشان نقدر ننقل بيانات وكده اهو هنا اللي هو الاوت، تمام، تقدر ينقل الصوره وكل حاجه. ومدخل مايك، دي حاجه مهمه جدا، بص ان انت يكون معاك مدخل مايك حاجه مهمه جدا، ومدخل ريموت تقريبا اللي هو الاخير. شايفين مدخل المايك ده حاجه مهمه جدا. ليه بقى؟ مايك الكاميرا مع استخدامي ليها لقيته مش حلو، ومايك اي كاميرا في العموم مش احسن حاجه. هقول لك ليه، بس نكمل. عندنا ايه تاني في الكاميرا نظره عامه؟ عندنا طبعا فيها فلاش داخلي بيبقى بتجيب لها لينس، يعني بكره الشاشه. اهم حاجه فيها الشاشه، بص تفتح الشاشه كده ممكن تقلبها وتستخدم الكاميرا كده اهي، والعدسه اللي هنا، وكاميرا تقليديه. طيب عندنا هنا مكان الكارت الميموري، عندنا تحت مكان البطاريه، عندنا هنا المكان اللي بتثبت بيه الكاميرا على الهولدر وكده، والترايبود. نقدر نحط بطاريه كبيره، نقدر نحط البطاريه الكبيره اللي تحت اللي بتعبى بطاريات، او البطاريه الوهميه اللي بتشتغل على الشاحن. حلو. معانا ايه جوه الكاميرا بقى؟ قلنا هنقوله المايك. مشكلتي في المايك لما جيت اجرب كانت مشكله شنيعه. بصوا الاول نشغل تشتغل ازاي. بتلف البكره دي على الاون، هتبدا تنور معاك كده. طيب هتقول لي انا مش شايف حاجه ليه؟ الصوره كلها طالعه فين؟ في الشاشه الصغيره اللي جوه، هي مش هتبان في الكاميرا، طالعه هنا. طيب عايز اشغلها بكل بساطه، احنا معانا دلوقتي شرح وريفيو الاثنين، هتزق ده لورا كده اهي، اشتغلت عندي هنا. طيب هنبدا نبص كده مع بعض
عايزين بنعمل زوم او اي حاجه، بنعمل ايه؟ بنلف دي اهي. تمام، حلو حلو. طيب عندنا حاجه اسمها فوكس، ده اللي بيدقق على الحاجه اللي احنا حاطينها. مثلا يعني مثلا هجيب بكره القصدير دي، حاجه صغيره كده، بصوا مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها حبه كلام، مش باينه اصلا في الموبايل، بصوا باينه مش قوي. بصوا بقى على الكاميرا، هنيجي هنا، بصوا انتوا شايفين صح؟ الى حد ما، وهعدل لكم الشاشه وهصور وهوريكم. اول ما بدوس الكاميرا بتبدا تلف عشان تظبط لي حاجه اسمها الفوكس اهي. هي كده ظبطت الفوكس. طيب اقدر اصور؟ اقدر اصور. بصوا كده، هظبط الفوكس، هصور. بصوا شايفين الصوره عامله ازاي؟ طبعا لو طفيت الاضاءه، بصوا عايز اجيب الصوره بقى، هو بيوريني لمده ثانيه ويفصل، هدوس على الزر ده. بصوا شايفين؟ يعني بصوا التفاصيل، تفاصيل بقى جامده، ده انا مش مشغل الفلاش بتاعها. بصوا، وهقول لكم طبعا المواصفات الفنيه بتاعتها. بصوا من غير فلاش، بالفلاش بقى بتبقى حاجه تانية خالص. فحاجه جامده يعني، فاهمين؟ فانا شايف ان هي حاجه خطيره ان انت تستخدم كاميرا لليوتيوب. طيب ايه بقى الفوكس؟ بصوا هنا، اول ما بدوس على زرار الفوكس عندنا تكتين هنا عشان تصور. دوسه طويله جامده بيعمل فوكس ويصور. طيب عايز تعمل فوكس بس، دوسه طويله خفيفه، خفيفه كضغط. بصوا ده الزوم. البكره التانيه دي الفوكس، بس ما تلفهاش عشان انا عامله اوتو، كده انت تكسر التروس والمواتير اللي جواها. طيب بص، اول ما ادوس اعمل فوكس مثلا، هتلاقيها بتعمل صوت وبتعمل فوكس. خدت بالك؟ هو كده عمل فوكس. ايه اللي عمله؟ وضح لي الحاجه. يعني بص استنى، دي كانت جامده قوي اللقطه دي. استنى نبوظ الفوكس عشان اوريك انا قصدي ايه. بص كده، هحاول اقلب لكم الشاشه تشوفوا معايا. بص يا صديقي، في ايه؟ اهي. بص دي الشاشه. بص انا دلوقتي هنا، احنا عايزين نبوظ الفوكس، هنحاول نروح لاي حاجه تاني. بصوا انا كده بوظت الفوكس. بصوا انا دلوقتي هنا عايز ابوظ الفوكس خالص، خليكم معايا ثانيه، احاول ابوظ الفوكس خالص. طبعا انا عاملها على الوضع، اوضاعها بس الاول عشان نقول وضع الاوتو ده بيشغل الفلاش، لو مفيش اضاءه بيعمل فوكس، بيعمل كل حاجه. بصوا دلوقتي انا عامل ايه؟ انا دلوقتي محددها على التربوهات بتاعتي الادراج، منغمشه مش حلوه. بصوا اول ما هدوس والبكره تلف، واخدين بالكم؟ بصوا هدوس دوسه ايه اهي، بصوا ابتدت تلف والحاجه وضحت، خدتوا بالكم؟ هو ده الفوكس. طيب عايز صور، دوسه نفس الطويله بس تقيله اهي، هيبدا يعمل فوكس برده وهيصور اهي الصوره. بصوا حاجه جميله جدا. طبعا بقى تقدر تلعب في الالوان وتظبط السيتنج بتاعتك، دي حاجه يعني مفيش مفر منها. طيب عايز تشغل فلاش، تشغل فلاش عادي، بس انا دلوقتي وضع الاوتوماتيك وعندي اضاءه عاليه فهي مش عايزه تشغل فلاش. في وضع المانيوال، انا دخلت على المانيوال. طيب المانيوال لو ما شغلتش فيه فلاش وما ظبطتش الفوكس وكده بيبوظ معاك الدنيا، فبيحتاج ظبطه معينه. تمام، هنخش كده بس على اللي انا كنت شغال عليه. مثلا انا ظابط ظبطه خفيفه، انا طبعا لسه مبتدئ في الحاجات دي. طيب انا عندي هنا بقى حبه مميزات للفوكس، يعملوا تلقائي طول الوقت، يعملوا مش تلقائي وكده. بصوا لين الفوكس ظبط اهو، هتلاقوا عماله تتحرك، كل ما بحرك عماله تتحرك لوحدها، واخدين بالكم اهي. طيب ايه الميزه دي؟ دي ميزه للفيديو، لو انت حابب تصور فيديو. انا مثلا عايز دي اهي، هصور فيديو، الفوكس ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده، عايزين بس اوريكم معايا اهو. هاجي عليها، شايفين العلامه الخضراء دي؟ هدوس اوكي، هيعمل حاجه اسمها تراكنج عليها. بصوا لو ميلت هيروح عليها، هيفضل يتتبعها. بصوا هيفضل يتتبعها، وكل ما ابعد بيتتبعها، بتبقى بتدي علامه حمراء اهي، بيفضل يتتبعها. طيب ايه بيتتبعها ليه؟ كل ما بتبعد الفوكس بيتغير، فهو بيبدا يلف عشان يعدل، واخدين بالكم؟ هو قرب يعدل اهو. طبعا انت الكاميرا هتبقى ثابته كده اهو. بصوا انا كل ما همشي كده اهو، بصوا هو عارف ان هي هنا، ابدا امشي عارف ان هي هنا، وهتلاقوا ايه؟ الحته بتاعت الفوكس عماله تلف. طيب حلو كده، عرفنا ايه حوار الفوكس ده عشان الفيديو. في الصوره مش هتخليها اوتوماتيك، مش هتحتاج تعملها اوتوماتيك. انا هتقولي طب انت بتصور صوره ليه عامله اوتوماتيك؟ لا، مفيش حاجه اسمها صوره او فيديو. انت هنا تصور صوره، لو دوست عليها تصور فيديو على طول اوتوماتيك، فده المود انا مظبطه على كده. طيب عايز تشغل فلاش، عندك زرار الفلاش اهو، دوس عليه، فلاش فتح. طيب نجرب الفلاش، احنا ما جربناهوش. هنظبط الفوكس على ده اهو، ظبطنا الفوكس اهو. انتوا شايفين حاجه بسيطه، انا برضه هوريكم الصوره. نبدا ندي كده صوره، اوعى. بصوا هي طالعه زياده شويه لان ده برضو مش وضع الاوتو، دي اعدادات انا. بصوا بس جامده، بصوا التفاصيل. لو عملت زوم ان
ده ايه، انا بوريكم تفاصيل الكاميرا في كاميرا الموبايل مش في المونتاج. يعني لو انت بتتكلم في ان الموبايل برضو عليه عامل ان الجوده بتبقى وحشه، بص انا وانا فوق كنت تقول لي وحشه، بص اول ما نزلت بقت احسن ازاي. بصوا، ده غير ان هي في بقى ايديت جوه الكاميرا نفسها، تعدل على الالوان ولعب وحوارات وان انت تصور لايف وقصه. طيب نرجع تاني بص بقى يا صديقي، نقطه الكلين اتش دي ام اي والاتش دي ام اي العادي. الاتش دي ام اي العادي اللي مش كلين، شايف البيانات دي بتظهر لك على شاشه الكمبيوتر. الكلين دي ما بتظهرلكش. حلو، دي ميزه من مميزات الكاميرا غير ان هي متحركه. طيب ايه ميزه تاني؟ نطفي بس ده عشان يفضل يلعب في الفوكس. طيب انا دلوقتي عايز اعمل فوكس اوتوماتيك صح؟ قبل ما المميزات نخش على الفوكس الاوتوماتيك. اهو هاجي هنا على اللينس نفسه، هدوس بدل ما هي ايه خليها ام كده، بقى حر اقدر الف. طيب بصوا كده اهو، انا على ايه؟ على التربو. بصوا كل ما بقى يعني مثلا ممكن اعمل زوم اهو، زوم على الشكل ده اهو، كل ما الف بصوا بيوضح اهو، بيوضح. بعد كده بكسل، بتظبطها انت كده يدوي وتاخد اللقطه بتاعتك اللي هي الصوره. طب اهو انا مش عايز اظبطها يدوي، انا كده بوظت الفوكس، هروح عامله اوتو من هنا واروح دايس الدوسه الطويله بتاعتي هنا الخفيفه، هو عمله لي اوتوماتيك. بس هي الفكره ان انت هتبقى اسرع منه، يعني لو انت فاهم وكده ايدك واخده هتبقى اسرع، بس ما تلفوش وانت عامله ايه اوتو. تمام، انت تبقى اسرع. طيب ايه مميزات تاني الكاميرا؟ قلنا الكلين اتش دي ماي، مدخل مايك خارجي، جوه الفوكس، جوه ايه تاني؟ الفوكس ده في كله. طيب جوه واي فاي، دي ميزه مهمه جدا جدا جدا. طيب انت دلوقتي واحد قاعد بتصور في مكان، انا استخدمتها برضو النهارده في تصوير مكان، عايز ادي الصوره للناس على طول، للناس اصحاب الحاجه، هحتاج اعمل ايه؟ لسه بقى اطلع كارت الميموري على اللابتوب او على الموبايل واسحب الحاجه وكده؟ لا، على طول تربطها بالواي فاي مع الموبايل. الواي فاي يعني مش محتاجه نت، تربطها على طول بالواي فاي بالموبايل وتعمل ايه؟ تسحب الصور وتبعتها لهم شريط على طول، خلصت. ولا بقى تعب ولا مجهود ولا استنى اديك الصور ولا الكلام ده كله، حاجه بسيطه وسهله. دي ميزه الواي فاي. جواها جي بي اس، انا مش عارف ايه ميزه الجي بي اس قوي، غير ان هي ايه بتكتب لك الموقع على الصوره وكده، اللي هي بتحط المكان اللي انت صورت فيه الصوره على الصوره على البيانات وكده. طيب جواها ايه تاني ايه تاني؟ دقتها حاجه ممتازه جدا، 24 ميجا بكسل بوينت 2، الشاشه 3 انش بوينت 2. طيب لو جينا نقارنها مع مثلا دي النيكون 5300، جينا نقارنها مع الكانون 600 دي او ال 700 دي. ال 600 دي شاشه متحركه مش تاتش برضو زي دي. طيب التاتش دي مش تفرق معاك كتير من الاخر. طيب الكانون 13 ميجا بكسل ولا 12، تخيل دي 24 يعني اعلى. طيب اعلى في الميجا بكسل يعني الدقه. طيب الفيديو الاثنين بيصوروا 1080 بس دي 60 فريم، الثانيه 30 فريم يعني ضعف الفريمات. ايه الفريمات دي؟ الفيديو عباره عن صور بس ورا بعض، 60 فريم يعني بيصور لك 60 صوره في الدقيقه، الثانيه 30 صوره في الدقيقه. فدي بتبان معاك في ايه؟ في السلاسه. انا بحرك كده بص هتلاقيها بتنغمش، كل ما الفريمات تعلى لا تلاقيها ما بتنغمش وانا بتحرك. وبالذات بقى لو بتعمل سلو موشن كل ما تبطأ هتلاقي الصوره بتقطع، لا معاك فريمات زياده هتلاقيها ما بتقطعش. دي فكره الفريمات. طيب في ميزه هناك، في ميزه هناك عن هنا، ميزه بسيطه شويه، ميزه الفوكس. هنا في فوكس وهنا في فوكس. الفوكس هناك اسرع سنه. يعني ايه اسرع سنه؟ يعني دلوقتي مشغل فيديو، الفوكس بيبقى اسرع، او مشغل صوره اول ما ادوس على الفوكس، يعني بص دلوقتي اول ما ادوس ان اعمل فوكس هو كده عمل فوكس، شفتوا الوقت اللي خده اهو، ده الوقت اللي خده. الثانيه بتبقى اسرع سنه صغيره بس، فدي في الفيديو برضو هتاثر معاك سنه بسيطه، بس يعني مش اللي هي يعني تاخد دقه عاليه و... وفريمات اعلى وفوكس ابطا سنه، ولا تشيل كل ده وتروح لده ان انت معاك فوكس اسرع. انا شايف مش فارقه معايا ليه، لان انا مثلا بعمل ريفيوهات وكده. فانتوا بص الفوكس عباره عن ايه؟ ايه فكره الفوكس؟ بص اول ما قربت ده، دي فكره الفوكس. الموبايل هيركز على دي وهيتجاهل الكاميرا. بصوا الموبايل تجاهل الكاميرا خالص، بقت منغمشه. بصوا رجعت بيزوم عليها، واخدين بالكم؟ اجي هنا هتلاقوا ايه؟ بيبدا يعني يركز. احنا برضو لو عملناه بحاجه افضل، يعني لو جبنا مثلا دراع البلاي ستيشن بصوا هتلاقوا بيركز عليه ودي نغمشت، بعدت ركز على دي. دي فكره الفوكس. اوكي فباختصار دي فكره الفوكس. طيب السعر، دي في نفس رينج السعر الكانون الدي 600 وارخص كمان من الدي 700 اللي هي الكانون،
والدي 750. طيب الدي 750 مميزاتها ايه؟ الفوكس اسرع، بس في بقى مميزات كتيره. بتصور 1080 30 فريم تقريبا برضو او 60 مش فاكر بصراحه، ممكن تبحث عنها. بس ايه كمان؟ شاشه متحركه وتاتش، دي ميزه عند دي 750. ايه تاني من المميزات؟ يعني يعتبر نفس الدقه، فوكس اسرع، يعني الدي 750 احسن من دي من الكانون، وجواه كلين اتش دي ماي. الدي 600 تقريبا ما فيهاش كلين، مش رسمي، يعني بيتعمل له حبه تعديلات. فيبقى انت تعمل ايه؟ لو هتجيب ال 750 كانون هاتها بدل دي، انصحك بيها احسن بصراحه، هي احسن. بس كسعر دي احسن كسعر، دي احسن كسعر. فانا اكون قلت لك حاجات كتير عنها، وطبعا عندك بقى تعديلات ومنيو وقصه. بص اهو منيو، حبه تعديلات كتير، يعني ممكن ننزل فيديو شرح لو انت عايز ان انا اشرحها في فيديو. نقفل الفلاش بيتقفل كده، انتوا عايزين نشرحها لكم في فيديو ممكن نشرح في فيديو. طيب انا ايه مشتملاتها او ايه الاكسسوري اللي انا جبتها كمبتدئ؟ دي كاميرا تنفعك كمبتدئ وتنفع معاك في فيديوهات احترافيه. احنا في الفيديوهات الجايه هيبقى كل تصويرنا بالكاميرا، هتشوفوا بقى الدقه والكواليتي هتبقى عامله ازاي. يعني احنا بنحاول نطور في المحتوى زي ما قلت لكم. طيب عرفنا ان هي الدقه والاتش دي ام اي والكلام ده كله. طيب الدي 600 فيها واي فاي؟ لا ما فيهاش واي فاي. الدي 700 فيها واي فاي وفيها بلوتوث، ميزه حوار البلوتوث. هتحتاج البلوتوث؟ ما اعرفش، انت وشغلك. طيب هنقفل كده. دي الشاشه. بص بقى معانا الكاميرا عباره عن ايه. نطفي بقى الكاميرا. عندنا اللينس، ده حاجه اسمها اللينس. وعندنا الكاب، ده قطعه راكبه فوق بتبقى عشان الاضاءه، قطعه صغيره. طيب اهي بتركب كده عشان الاضاءه ما تجيش على اللينس وتحرق لك الصوره. مش تحرق يعني مش تاثر على الكاميرا، لا، تبوظ لك صورتك. تمام. ممكن تركبه بالمقلوب لو انت مش محتاجه وهو معاك اهو، بيركب عادي كده، مفيش اي مشكله. طيب عايز افك اللينس، هعمل ايه؟ هدوس هنا على الزرار ده والف كده، بقى معايا اللينس. كاميرا، اللينس ده بيتغير. نقطه مهمه، انا دلوقتي فكيت اللينس. انت لو جبت لينس اعلى من ده هيديك دقه اعلى للكاميرا وكواليتي اعلى وصوره اعلى. دي ميزه الكاميرات عن ان انت تستخدم كاميرا الموبايل. طيب عايز تركبه بقى، يعني اللينس بيفرق. الفتحه بتاعت اللينس دي كل ما تبقى اكبر كل ما يديك دقه اعلى وزوم اكبر بقى وقصص كتير. ودي الكاميرا. طيب في طبعا هنا قطعه بتقفلها وقطعه بتقفلها وقطعه بتقفلها، انا معايا القطعه بتاعت فوق اوريها لك. طيب عايز اركبه. المهم بقى اما تيجي تركبه نقطه مهمه، شايف النقطه البيضاء دي؟ النقطه البيضاء دي تبقى عليها اهي كده، تبدا تلف كده هتلاقيه عمل تك، بس تتاكد انه عمل التك وثابت. ليه بقى؟ لان دي مهمه، لان انا لو ماسك الكاميرا من هنا ومش ثابته ممكن الكاميرا تقع، فتخلي بالك. اهي الكاميرا هي دي، شايفين؟ طيب انا جبت ايه مشتملاتها؟ انا جبتها بالشنطه بتاعتها، الشنطه النيكون، ومعاها الشاحن والبطاريه والشاحن الديجيتال والكاب زي ما قلت. طيب ايه الكاب؟ اهو، هاجي هنا هقفل، بس انا كده كاميرتي محميه. حلو. معانا ايه بقى في الشنطه؟ معانا الشاحن بتاع البطاريه. طيب الشاحن ده حاجه زي مش شاحن قوي، يعني هو يعتبر هب للشاحن. ليه؟ مش شاحن تحطه في الفيشه هيشحن لك البطاريه، لا، ده بتوصله بشاحن تايب سي او ماكرو. هي ممكن تبقى بالنسبه لك ميزه او عيب، انا بالنسبه لي ميزه جامده. ده بنفس سعر الشاحن العادي يعتبر، او اغلى سيكا بس احسن. هتركب هنا تايب سي او ماكرو او باور بانك وتريح دماغك، وعندك شاشه. واروح واخد هنا البطاريه. بنفتح البطاريه ازاي؟ بننزل دي تحت كده اهي، ونفتح اهي، ونزق دي كده البطاريه تطلع معانا، ونطلع البطاريه ونقفل تاني. طيب تمام. البطاريه بتعمل ايه؟ اهي بتركبها كده. ده بيشحن بطاريتين، ميزه عن الشحن العادي برضو. شاحن بباور بانك، جوه الشاشه بتوري لك نسبه البطاريه. فانت عايز ايه تاني؟ انا شايف ده احسن من الشحن التاني اهو. ممكن بقى تشحن بباور بانك، بشحن تليفون تايب سي، ماكرو، اي حاجه. انا بشحنها بماكرو. بص عمل لي ايه اهو، كاتب لي ان هي بتشحن من امتى اهي، كاتب لي ان هي فيها شرطتين. بص هي فيها شرطتين وعماله تطلع اهي، واقدر اشحن بطاريه تاني واقدر اشحنها بباور بانك. لكن الشحن التاني لا، لازم هو. فده انا شايفه احسن. فدي المشتملات اللي انا جبتها معاها، يعني بطاريه، شاحن. هي بتيجي ببطاريتها طبعا. الشاحن ده انت ممكن تجيبه اضافي يعني، وبرده بتيجي المفروض بالشاحن. والشنطه اهي. الشنطه طبعا بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها مشتملاتها. بيبقى عندك دي كده بتفك عشان تثبت كاميرتك. عندك دي ارضيه، انا حاطط طبعا الحزام بتاع الشنطه تحت عشان ما بستخدموش. وعندك هنا جيب سحري تحط الشاحن بتاعك، تحط بطاريتك مثلا، وتبدا تقفل
اهو، تحط كاميرتك هنا كده اهو، تحط الكاميرا اهو وتقفل كده اهو، وتبدا تقفل الشنطه. طيب ممكن تخزنها بطريقه تانية، ممكن تخزن الكاميرا كده. هتقولي كبيره، لا ما انت تفك اللينس بس تجيب الايه، الغطا اللي بيحميها، ده لو انت عايز تخزنها كده. تمام تمام. يعني دي كده مشتملات الكاميرا، شنطه يعني حاجه جميله، هتنفعك اسمع مني. وسعرها يعني حاجه في الحنان منه، مش كتير، هتسمع فيها ارقام كويسه. ممكن تجيبها اصلا ب 10000 جنيه كاميرا احترافيه. لا مش هقول لك احترافيه قوي، بس هي هتمشي لك دنيتك على اليوتيوب جدا. يعني انا يعتبر مش مبتدئ قوي في اليوتيوب، منزل محتوى كتير وعندي خبره كبيره في اليوتيوب وجايب دي استخدمها. فانت كمبتدئ بالنسبه لك هتبقى حاجه رهيبه. حتى بص بقى، تعالى كده ناخد بيها كام صوره ونشوف. بص كده يا نجم، هوريك كده كام صوره وقول لي رايك في الكاميرا اصلا. وتقدر تصورها فوتو، تخليها تصور فوتو جميله جدا. هشغل كذا ما قلنا، هندوس على الزرار ده عشان نشغل الشاشه. مثلا معايا دراع البلاي ستيشن ده بي اس 4، هاجي هنا عليه اروح مدي فوكس. انا عاملها على ايه، وضع الاوتوماتيك. اديت فوكس، نصور كده. احنا صورنا. بص يا صديقي الصوره، اوعى اوعى، جمدان يا جدعان. استنى اوريها لك بقى من جوه. دي بقى لو انا حطها لك في المونتاج هتشوف دقه خرافيه. بص ده على كاميرا التليفون، يعني بص دقتها اعلى من كاميرا التليفون ازاي. استنى نرجع تاني. بص اهي، بص زوم، بص كلمه بي اس مش مبكسله ازاي. اخش فين تاني يعني، بص لاعلى مدى مش مبكسله. بص مش عامل زوم يعني. بص هي الصوره متصوره من بعيد اصلا. خلي بقى في الفيديو معاك بقى تبين لك دقه وحوارات. يعني انا هعللكم بقى المحتوى، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان نطور اكتر واكتر. بص كاميرا يعني جباره. ولو عايزين بقى، يعني ده كان ريفيو مقارنه بينها بين الكانون والحاجات دي. لو عايزين ريفيو بقى، مش ريفيو بقى، شرح ليها بقى، شرح خاص ان انت ازاي تستخدمها والطرق وكل حاجه وده ايه وده ايه وده ايه، اكتبوا لي. وبجد لو لقيت ناس طالبه الكلام ده، حتى لو واحد بس، هنزل له الفيديو مخصوص. بصوا ده اللينس، كل ما احرك ايه اللي بيحصل، تبدا بقى تشوفوا حاجات غريبه بتحصل جوه. طيب المهم اما تيجي تشغلها انت بتقفل اللينس. يعني هو كده ما قفلش، بص هو كده متحرك، بتدوس على الزرار ده وتقفل كده، هو كده اللينس قفل خالص. لازم اما تشغلها تفتحه عشان مش تقدر تقوم اصلا لو انت مش فاتح، بتكتب لك ان انت قافل يعني. فدي الكاميرا بكل بساطه، حاجه في الحنين منه. ممكن تجيبها ب 10 من رينج 10000 جنيه اصلا حسب حالتها. والشطر بتاعها عمره بيعيش من 100000 صوره ل 150000 صوره. انا اللي جايبها دي حالتها قد ايه؟ 40000 صوره، يعني لسه معايا تلتين عمرها تاني. فدي حاجه كويسه. فانت تجيب حاجه حسب البادجت بتاعتك، الفلوس اللي معاك قد ايه. ويعني ان شاء الله ربنا يكرمك بكاميرا كويسه. وبرضه انا هنزل ريفيو وممكن انزل لكم لو عايز تشتري حاجه اعلى منها تشتري ايه برضه. بس انا شايف دي احسن حاجه لو انت ناوي تبدا وتجرب شغلك في الكاميرات وكده، هتنفع ولا لا والكلام ده كله. وان شاء الله خير. ما تنساش طبعا لو الفيديو عجبك يا صديقي تعمل لايك للفيديو، عشان انا تعبت جدا عشان اعمل فيديو زي ده يعني، تكلفه وقصه. ان شاء الله بنطور المحتوى. اللايك بيفرق جدا عشان الفيديو بيوصل لغيرك وغيرك وغيرك، فده بيبقى دعم بالنسبه لي. ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده على طول اول باول. واكتب لي كومنت اي استفسار باي حاجه، انا في انتظار كومنتاتكم الجميله. ولو هتشجعني في كومنت شكرا جدا ليك. وانتظروني الفيديو الجاي بقى اللي هيبقى بالكاميرا، عشان تشوف الفيديوهات بقى الجايه اللي هي بالكاميرا بقى مش بكاميرا التليفون، شوف دقتها بقى عامله ازاي وتقارن. وانتظروني بقى الفيديو الجاي. سلام.